زينة وكهارب وفرح. المأذون قاعد وأنا قدامه، وجنبه من الناحية التانية عمي، ولسه هيبدأ كتب كتابي على بنت عمي زينة. وقبل ما المأذون ينطق كلمته دخلت أمي وهي بتصرخ وبتقول: وقفوا كل حاجة، مستحيل الجوازة دي تتم. كلنا بصينا لها بصدمة. ليه يا أمي؟ ليه الكره يوصل بيكي بعمي ومراته وبناته إنك تهدي سعادتي بإيدك؟ بصت لي بتردد وقالت لي: أنا قلت مستحيل تتم وبخيرك بيني وبينها. بصيت على بنت عمي وحبيبتي زينة اللي واقفة بعيد لابسة فستان الفرح والدموع متجمدة في عينيها. فرحتها اتكسرت من قبل ما تبدأ بسبب كره أمي ليهم. لكن قبل ما تعرفوا ردي على أمي لازم تعرفوا حكايتي أنا وزينة. في بيت كبير في واحدة من القرى الريفية بدأت حكاية حب اتولدت مع ميلادنا أنا وزينة. يومها صراخ ملا البيت كله لما أعلنت الداية إن ده ميعاد ولادة أمي ومرات عمي. الاتنين جالهم الطلق في نفس الوقت وفي نفس اللحظة. الداية كانت رايحة جاية ما بين الأوضتين، ما بين أمي اللي بتصرخ وهي بتولد وبتقول يا رب ولد، ومرات عمي اللي بتقول قومني بالسلامة يا رب. وأبويا وعمي وجدي كلهم واقفين بره قلقانين وبيدعوا ربنا الاتنين يقوموا بالسلامة. وفي لحظة سكت صراخ أمي وبدأ صراخي أنا لما خرجت للدنيا. وخرجت الداية تقول لأبويا وجدي: مبروك مبروك جالك ولد، يا فرحك يا سعدك يا حسين، جالك ولد وهيبقى الكبير من بعدك. أمال إيه؟ ما هو ابن الكبير لازم هو كمان في يوم هيبقى الكبير. وأبويا قال: هسميه حاكم عشان في يوم من الأيام هيبقى الكبير والحاكم. وفي لحظة تانية سكن صراخ مرات عمي لما دوت البيت كله صراخ طفلين، قصدي بنتين. وخرجت الداية تبلغ عمي وجدي إن مرات عمي جابت بنتين. اتجهم وش جدي وضحك بسخرية وقال: يا حزنك يا حسن يا ابو البنتين. ووش ابويا اللي كل الشماتة ملته، ما هو اصل طول عمره الكل بيعايره ويقول له يا ابو البنات، والنهارده جاب الصبي وعمتنا قال له اللقب. اما عمي فابتسم وقال برضا من عند الرحمن: نعمة نعمة وزينة غيرنا كتير مش لاقيينها. وعشان كده سماهم نعمة وزينة. واتقلبت رمانة الميزان لما أمي بقت أم الصبي اللي الكل بيعده عشان يبقى الكبير من بعد أبوه وجده. والبيت الكبير كله بقى تحت أمرها، هي اللي تؤمر والكل يطيع. ده حتى لقبوها بأم الكبير. أما مرات عمي أم قلب أبيض اللي الطيبة ملياها كانت دايما في حالها بعيدة عن أي مشاكل، عايشة في شقتها مسالمة بتربي بناتها وتراعيهم وعلى الخير والحب بتزرع فيهم. وعشان هي كان قلبها كبير يساع الكل، كان شملاني أنا كمان بحنانها وحبها. كانت بتعاملني زي ابنها، ما كانتش بتفرق في المعاملة بيني وبين بناتها نعمة وزينة. كنت كتير بحس بحنانها أكتر من أمي اللي ما بقاش حاجة تشغل بالها غير تتحكم في خلق الله وتتأمر وتزعق، تطرد ده وتزعق لده. ورغم إن مرات عمي ما كانتش بتسلم من مضايقة أمي اللي كانت دايما بتعاملها معاملة وحشة وتعايرها بخلفة البنات، لكن عمرها ما اشتكت. ما كانتش بتحب توقع بين الإخوات، كانت دايما تقول دي غيرة ستات وما ينفعش تكون سبب في حرب بين الرجالة. لحد ما في يوم تعبت مرات عمي قوي وجالها نزيف شديد وهي في نص حملها التاني، وجريوا بيها على المستشفى. وساعتها الدكتور خرج وقال لهم إن حالتها خطر وإنهم أجهضوا الطفل اللي في بطنها ولازم تشيل الرحم في أسرع وقت عشان يقدروا يوقفوا النزيف. ورغم إن القرار ما كانش سهل على عمي، لكن حياة مرات عمي كانت أهم عنده من أي حاجة تانية. وشالت مرات عمي الرحم، وآخر أمل ليها إنها تجيب الولد اللي يرضي جدي ويخليه مبسوط. خلاص راح، والدنيا بقت أسوأ عند عمي ومرات عمي. كتير جدي اتخانق مع عمي وحاول يقنعه يتجوز على مرات عمي واحدة تانية تجيب له الولد، لكن عمي كان دايما يرد ويقول: وافرض يا ابويا اتجوزت واحدة تانية وجابت لي بنت ولا اتنين، هعمل ايه ساعتها؟ هتجوز التالتة والرابعة لحد ما اجيب الولد، هو الله اعلم هيجي ولا لا، هو ابقى ظلمت بدل الواحدة 2 و3. لا يا ابويا،
أنا بحب مراتي وراضي بعيشتي معاها. كلام أبويا لجدي كان بيزود غضبه عليه، لدرجة إنه خلاه يشتغل في الأرض زي أي عامل، وخلى عمي ريس عليه. هو كمان بيعمل كده عشان يضغط عليه عشان يتجوز على مرات عمي، لكن ما يعرفش إن الحب والمودة اللي بينهم تخليه يستحمل أي حاجة عشانها. وفي نفس البيت وفي نفس المكان اللي فيه الكره والحقد والطمع اللي عمى قلوب الناس، اتولدت قصة حب تانية بيني وبين بنت عمي زينة في بيت عمي، اللي كنت بحسه بيتي أكتر من بيت أبويا، ومرات عمي اللي كنت بحسها أكتر من أمي. ربت جوايا الحب اللي ربط بيني وبين بنت عمي زينة. سمعت مرة جملة في فيلم حبيبي دائما، لما كان البطل والبطلة بيشبهوا بعض، كانوا بيشبهوا بعض مش بالشكل لكن بالروح. وده اللي كان حاصل معايا أنا وزينة. من كتر ما حبينا بعض ومن كتر ما ارتبطنا ببعض، ملامحنا بقت شبه بعض، وكبرنا وكبر معانا حبنا وأحلامنا، وكبر كره أمي لبيت عمي وبناته. كانت كتير تزعقلي كل ما تلاقيني فوق عندهم، وأحيانا كان بتحبسني عشان مطلعش فوق، لحد ما في يوم جدي تعب ورقد في السرير وكان محتاجة اللي يراعيه. وطبعا الحد ده ما كانش أمي كان ليها اهتمامات تانية كتير. بالعكس، دي دايما كانت بتتمنى الموت لجدي عشان أبويا يبقى الكبير من بعده، وهي خلاص تبقى مرات الكبير رسمي. أما أم قلب حنون وبنت الأصول مرات عمي، هي اللي فضلت تراعي جدي في مرضه، كانت بتعامله أكتر من بنته، ودايما كان يبصلها بندم وحزن ويقول لها سامحيني يا بنتي، أنا قسيت عليكي وعلى بناتك، سامحيني. كانت تمسح دموعه وتقوله مسامحاك يا عمي، انت مهما كان أبويا وأبو حسن جوزي وجد بناتي. وفي يوم كان المرض اشتد على جدي قوي، وكانت مرات عمي هي اللي جنبه في الوقت ده. بصلها بتعب وقال لها قربي مني يا زينب، عايزة أخلص ضميري منكم يا بنتي قبل ما أقابل وجه كريم. قالت له خير يا عمي. اداها مفتاح وقال لها افتحي يا بنتي ضرفة الدولاب وهاتي الصندوق اللي فيها. وفعلا فتحت مرات عمي الدولاب وجابت الصندوق وخرج منه جدي ورق كتير، وقال لها خدي يا بنتي، ده عقد عمارة بتاعتي في القاهرة، محدش يعرف عنها أي حاجة ولا حتى ولادي، أنا كتبتها باسم بناتك، وده حساب فتحته لكم في البنك باسمهم وحطت لهم فيه مبلغ يأمنهم. بصت له بذول وقالت له ليه يا عمي كل ده؟ قال لها يا بنتي، أنا لما غضبت على جوزك عشان مرضاش يتجوز عليكي، فضل حسين أخوي يزن في ودني عشان أكتب له كل حاجة بحجة إنه كده بيربيه، ووعدني إنه هيرجع كل حاجة لأخوه لما ينفذ اللي طلبته منه. لكن اشتد عليا التعب، وكأن ربنا بيعاقبني بظلمي لابني الصغير حسن وظلمي ليكي انت كمان. خفت أموت وحسين يظلم أخوه وما يدلوش حاجة. عشان كده يا بنتي خلي دول معاكي سر، لو قابلت وجه كريم يبقوا أمان ليكي من شيطان حسين ومراته، وما تورهمش الحسن غير في الوقت المناسب. خدتهم مرات عمي وهي مش مصدقة إن ممكن أخ يحرم أخوه من حقه، وخبتهم، وكأن جدي كان حاسس بإن خلاص نهايته جت. وبعدها بساعات قليلة مات جدي كبير العيلة، والحزن ملا البيت كله ما عدا أمي اللي فرحت إن خلاص بقت مرات الكبير وكل حاجة بقت تحت إيديها هي وأبويا. وفضلت تزن على أبويا إنه ما يرجعش حق عمي بحجة إن دي وصية أبوه، وإنه لو رجع له فلوسه أبوه هيغضب عليه في قبره. وزي ما بيقولوا الزن أمر من السحر. وبعد موت جدي بشهور بدأ أبويا يتعامل مع عمي كأنه عامل عنده مش شريك وأخوه، وبدأت أمي تتعامل مع مرات عمي على إنها زيها زي خدامات البيت. ولما الأمر ما عجبش عمي راح وطلب حقه في ورثه، لكن أبويا وقف بجبروت وقال له ملكش عندي حاجة، كل حاجة باسمي. الصدمة لجمت عمي، إزاي أخويا يعمل فيه كده؟ والأهم من كل ده إزاي أبوه يظلمه قبل ما يموت؟ ساعتها مرات عمي حكت له على كل اللي حصل بينها وبين جدي الله يرحمه،
وعمي بصلها وقال لها: أنا هرفع قضية واخد حقي من أخويا. شهقت بكل صوتها وقالت: يا لهوي، تقاضي أخوك وتقف قصاده في المحاكم؟ لا يا أخويا، ده مهما كان دمك ولحمك ومصيره ربنا هيديهوله ويعرف إنه ظلمك. عمي قال لها: خلاص، طالما الأمر كده ملناش عيشة في البلد دي. أنا مش هقبل أكون خدام في أرض أبويا، ولا هقبل مراتي تخدم مرات أخويا. أبويا كان عامل حساب لكل ده. عشان كده إحنا هنروح نقعد في عمارة أبويا في القاهرة، وهناك نفتح مشروع نسترزق منه ونربي بناتنا بالحلال. قالت له: اللي تشوفه يا حسن. وفعلا عمي ساب البلد هو ومراته وبناته، ومحدش فينا عارف مكانه من ساعتها، ولا حتى أبويا كلف نفسه إنه يدور على أخوه، كأنه ما صدق إنه مشي. وطبعا أمي فرحت إن البيت كله بقى تحت أمرها وما بقاش فيه ست غيرها. لكن ما يعرفوش إن عمي مش بس مشي وسابنا، ده خد كمان معاه قلبي وحبيبتي زينة بنت عمي اللي بعتبرها نصي التاني. عشت حزينة على فراقها، مش قادرة أشوف ولا أحب غيرها. كنت بفتكر ذكرياتنا سوا وهي بتقولي: نفسي يا حاكم، نفسي أشوفك مهندس قد الدنيا، وأنا كمان أبقى مهندسة زيك. كنت ساعتها بضحك وأقول لها: أيوة، عشان نفتح سوا شركة هندسية ويبقى زيتنا في دقيقنا. أمال إيه، مش هتبقي مراتي؟ كانت تتكسف ووشها يحمر وما تعرفش ترد عليا. ياه، قد إيه وحشني كلامنا وضحكنا. كدب اللي قال إن حب الطفولة بيموت مع الأيام. ده الحب الحقيقي اللي الأيام بتكبره وما تقدرش تموته. وعدت سنين ومفيش أي أخبار عن عمي وبنات عمي، لحد ما ظهرت نتيجة الثانوية العامة وجبت مجموع كبير. ويومها رحت لأمي وأبويا أفرحهم. أمي قعدت تزغرط، وأبويا قال لي: عفارم عليك يا ولا، ناوي بقى على إيه؟ قلت له: ناوي يا أبويا أدخل كلية الهندسة. ضحك وقال لي: هندسة مرة واحدة والله عال، وتبقى مهندس وتملى العين. قلت له: بس ده معناه إني هسافر القاهرة وأقعد هناك. أمي شقت وقالت: يا مري، هتسيبنا وتعيش لوحدك بعيد؟ أبويا قال لها: وماله، ابنك راجل، هو بنت هتخافي عليه ولا إيه؟ وبصلي وقال لي: سافر يا ولدي، ربنا معاك، وارجع لنا بالشهادة الكبيرة. وفرح قلبي. وفعلا جات لي كلية الهندسة جامعة القاهرة. وأول يوم وقفت قدام الكلية وأنا رافع راسي ومبسوط إني قدرت أحقق حلمي وحلم بنت عمي زينة. يا زينة، كان نفسي تبقي معايا وأنا بحقق حلمنا. يا ترى انتي فين يا بنت عمي؟ ويا ترى قدرتي تحققي حلمنا ولا لأ؟ ودخلت الكلية وأنا قلبي بيدق من غير ما أعرف السبب. لكن فجأة وأنا ماشي لقيت بنت جميلة زي ما تكون تايهة عمالة تبص وراها من غير ما تاخد بالها، وخبطتني. وأول ما خبطتني عيني اتسمرت عليها. مش عارف ليه قلبي دق أول ما شفت ملامحها اللي اتحفرت جوه قلبي، ولقيت نفسي مش قادر أشيل عيني من عليها. فقت على صوتها وهي بتزعق وبتقولي: مش تحاسب يا أخينا؟ بصيت لها باستغراب وقلت لها: أنا اللي حاسب، ده أنت اللي خبطتي فيا. بصت لي بغضب وسابتني ومشيت. غصب عني لقيتني ابتسمت، والابتسامة اترسمت على وشي، وعيني اتعلقت على البنت الجميلة الغضبانة، ومش قادرة عيني تفارقها. لكن فوقت نفسي وقلت: من أول يوم كده يبقاش مهندس، ده كده انت مش هترجع لأبوك بالشهادة الكبيرة، هترجع له بعروسة. اعقل كده وركز في دراستك. ودخلت المدرج وأنا كل حماس إني أبدأ أول خطوة في تحقيق حلمي. لكن غصب عني عيني ما كانتش مفارقة صاحبة الوش الجميل اللي ملامحها مش قادرة تبعد عن خيالي. ودخل الدكتور ورحب بينا في أول يوم، ووقف وقال: النهاردة مش هنبدأ في الدراسة، لكن هنتعرف على بعض. هنده على أسمائكم، وكل واحد يسمع اسمه يقف ويوريني نفسه. وبدأ الدكتور ينده الأسماء لحد ما جه اسم أول ما سمعته وقفني مكاني لما قال: المهندسة زينة حسن الحديدي.
ساعتها رفعت عيني بصدمة ولهفة في نفس الوقت وأنا بدور على صاحبة الاسم اللي هتقوم. معقول هتكون هي؟ معقول يكون ربنا أراد يجمعنا دلوقتي وفي المكان ده، في المكان اللي ياما حلمنا نوصله سوا؟ عيني دورت بسرعة على البنت اللي وقفت، وكانت تاني صدمة، أو بمعنى أصح كانت تاني فرحة ليا لما لقيتها نفس البنت الجميلة اللي خبطت فيا الصبح. عرفت ليه ساعتها قلبي دق، عرفت ليه ساعتها ملامحها شدتني، لأنها ملامح محفورة جوايا من سنين، من يوم ما اتولدنا احنا الاتنين. وفضلت تتكلم وانا مراقب كل حركاتها، ونفسي اجري عليها واصرخ واقول لها وحشتيني، لكن قطع سرحاني لما الدكتور نده على اسمي وقال المهندس حاكم حسن الحديدي. قمت رديت وانا عيني عليها، وكانت صدمتها مش اقل من صدمتي، ولمعت عينيها قالت كل اللي جواها. ايوه، اللمعة دي اللي سنين ما قدرتش تطفيها. طول المحاضرة كنا بنبص لبعض بلهفة ومستنيين الوقت يعدي بسرعة، وأول ما المحاضرة خلصت والدكتور خرج جريت عليها بلهفة وقلت لها معقولة؟ مش مصدق عينيا، زينة بنت عمي وأشوفك النهاردة وهنا؟ قالت لي أنا كمان ما صدقتش لما سمعت اسمك. معقولة بعد كل السنين دي أشوفك يا حاكم؟ بصيت لها بحب وقلت لها ربنا أراد إن احنا نتجمع في المكان اللي حلمنا ياما بيه سوا يا زينة. وفضلنا نتكلم كتير قوي، أنا وهي ما كناش مصدقين إن أخيرا اتقابلنا. وحكيت لي راحوا فين، وإن عمي فتح محل تجاري جنب بيتهم، والدنيا متيسرة معاهم، وبفضل الله ربى بناته كويس. ودخلت زينة كلية الهندسة، أما نعمة فدخلت كلية العلوم. وبعد كلام كتير بينا طلبت مني إني أجي معاها لبيت عمي ومرات عمي، وفعلا رحت معاها ولقيت استقبال وترحيب عظيم منهم. عمي حضني قوي وقال لي وحشتني يا ابن أخويا، ومرات عمي كمان كانت مبسوطة يمكن أكتر من عمي نفسه، وحسيت كأن لهفتها عليا لهفة أم وحشها ابنها فعلا. وليه لأ، مش هي أمي اللي ربتني واللي كانت أحن عليا من أمي؟ حتى نعمة لما شفتها اكتشفت إن هي كمان كانت وحشاني قوي، كأنها أختي اللي كنت مفتقدها. وبعد ما اتغدينا وقعدنا سوا عمي بصلي وقال لي اسمع يا حاكم، أنا عايز أطلب منك طلب. قلت له اتفضل يا عمي. قال لي عايزك ما تقولش لحد إنك قابلتنا. قلت له ليه يا عمي؟ ده أبويا هيفرح قوي لما يعرف إني قابلتك. بصلي بسخرية وقال لي يا ابني قول كلام غير ده، انت مصدق نفسك يا حاكم يا ابني؟ أبوك ما صدق يا ابني إن أسيب له كل حاجة وامشي، ده حتى ما هنش عليه يدور عليا. عشان كده أنا مش عايز مشاكل ليا ولا لبناتي. قلت له حاضر يا عمي. وفعلا خبيت على أبويا وأمي إني عرفت مكان عمي، ونقلت من المدينة الجامعية لشقة في عمارة عمي، وبقيت بروح الكلية كل يوم مع بنت عمي وحبيبتي زينة. وده قربنا من بعض أكتر وأكتر، واكتشفنا إن الحب اللي اتولد جوانا من وإحنا صغيرين كبر مع الأيام. وحسيت إن ربنا جمعنا في الوقت ده عشان يعرفنا إن قصة حبنا هتكمل بإذن الله. عشان كده فتحت عمي إن عايزة أتجوز بنته زينة، لكن هو قال لي ما ينفعش يا ابني، انت عارف لا ابوك ولا امك هيوافقوا على الموضوع ده، وبلاش تتعلقوا بموضوع محسوم يا ابني. قلت له لا يا عمي، انا متمسك بزينة، وحضرتك عارف اني بحبها من واحنا صغيرين. كل طلبه من حضرتك تديني فرصة لحد ما اتخرج، وساعتها اقدر اواجه ابويا واقف قدام الكل بحب لزينة. بصلي في حزن وقال لي ربنا يصلح الاحوال يا ابني. وفات 4 سنين الكلية وبقيت في السنة النهائية، وساعتها حصلت الحاجة اللي غيرت كل حساباتنا. لما جالي خبر من البلد إن أبويا عمل حادثة كبيرة، جريت على البلد بسرعة، وعمي لما عرف صمم يجي معايا. ولما رحنا المستشفى لقيت أمي بتعيط قدام أوضة العمليات هي وإخواتي البنات، واتصدمت لما لقيتني داخل مع عمي. بعدها الدكتور خرج وقال لنا أكبر صدمة في حياتنا، قال لنا إن أبويا اتعمى لأن الإصابة جت في حتة حساسة في المخ. ما كنتش قادر أصدق الخبر، لا أنا ولا عمي. وبعد فترة
دخلت لأبويا ومعايا عمي، وأول ما أبويا سمع صوتي قال وهو بيعيط: شفت اللي حصل لي يا ابني؟ أبوك اتعمى يا حاكم. قلت له: ألف سلامة عليك يا أبويا، أنا عينك وسندك يا حبيبي. قال لي: عمك يا حاكم نفسي أسمع صوته وأطلب منه يسامحني، يا ريتني أقدر ألاقيه. في اللحظة دي نطق عمي وقال له: أنا هنا يا أخويا، أنا معاك، ألف سلامة عليك يا أخويا وفداك الدنيا كلها. عمي حضن بابا وعيطوا في حضن بعض على سنين مرت عليهم في القسوة والجفاء. وبعدها عمي سامح بابا ورجعنا البيت أنا وبابا وماما. وبعد كام يوم فتحت بابا في جوازي من زينة بنت عمي. ساعتها أمي صرخت وقالت على جثتي تتجوز بنت زينب وحسن. قلت لها: ليه بس يا أمي؟ دي مهما كان بنت عمي، وعمي مربيها أحسن تربية وهتبقى مهندسة زيي. قالت لي: مهندسة على نفسها يا أخويا. أنا قلت: لأ يعني لأ، الجوازة دي مش ممكن تتم، وأنا يا هي يا حاكم. وخرجت أمي وسابتني لحزني. وأبويا قال لي: قرب مني يا ابني. وفعلا قربت منه، لقيته مسح على راسي وقال لي: ما تسمعش كلام أمك يا ابني، وما تخليش شيطانها يوزك زي ما عملت معايا زمان. روح يا ابني اتفق مع عمك على كل حاجة وأنا موافق. قلت له باستغراب: طب وأمي؟ قال لي: أمك مش هتعرف حاجة غير بعد ما جوزك، وجوازك يتم على خير على بنت عمك عشان تكون قدام الأمر الواقع. وفعلا رحت لعمي اللي كان في الأول متردد، لكن أبويا كلمه وأقنعه. وقبل الفرح بيوم رحت البلد وجبت أبويا بحجة إني هعرضه على دكتور في مصر. ويوم الفرح الصبح فضلت متردد في اللي هعمله، بس ما قدرتش أمي ما تحضرش فرحي، ما قدرتش ما اشوفهاش جنبي في يوم زي ده. أكيد قلبها مش هيطاوعها، أكيد هيبقى نفسها تشوفني عريس وقلبها هيلين. عشان كده بعت لها رسالة على تليفونها وقلت لها: أنا فرحي النهاردة يا أمي على بنت عمي، أرجوكي احضري، محتاجك جنبي. سبت لها العنوان في الرسالة وقفلت الموبايل بعدها عشان ما اسمعش منها أي لوم أو عتاب، لحد ما بدأ الفرح. ودخلت أمي تصرخ وتقول: الجوازة دي مش هتتم مهما حصل. ساعتها عمي طلب مننا كلنا ندخل جوه عشان نتكلم بعيد عن الناس، وفعلا دخلنا كلنا. أبويا زعق وقال: انتي اتجننتي يا ولية؟ أنا موافق على جوازة الواد، ولا انتي ناوية تمشي كلامك عليا؟ انتي فاكراني بقيت عاجز ولا ايه؟ أمي قصاد زعيق أبويا ضعفت، وأول مرة أشوفها كده، ولقيت صوتها بيترعش وقالت بصوت مهزوز: لا يا أخويا ما أقصدش، بس ما ينفعش الجوازة دي، ما ينفعش تتم صدقني. قربت منها بحذر وقلت لها: في ايه يا أمي؟ مالك؟ صمت خيم على المكان، وقطع زعيقه بابا وهو بيقول لها: ما تنطقي وقولي لنا في ايه. صرخت وقالت: ما تنفعش عشان حاكم يبقى أخو زينة. ضحكت بصوت عالي وقلت لها: هي دي لعبتك يا أمي؟ أظن هتقولي لي إن أخوها زي ما بيحصل في الأفلام. قالت لي: لا يا ابني، الموضوع أكبر من كده. بصت لنا كلنا بتردد وقربت من مرات عمي وقالت لها: سامحيني يا زينب، سامحني يا حسن، سامحوني كلكم، الظاهر إن ميعاد السر لازم ينكشف. وبصت لي وقالت لي: انت مش ابني أصلا يا حاكم. بصت لها بصدمة وقلت لها: يعني ازاي أنا مش ابنك؟ بصت بخوف حواليها وقالت: أنا هحكي لكم. من أكتر من 25 سنة لما اتجوزت حسين كنت بمني نفسي إني هبقى مرات الكبير وأم الولد، لكن ربنا ما أردش وخلفت 3 بنات ورا بعض. وطبعا حماية قعد يعايرني ويذل فيا ويهددني إن لو ما جبتش الولد هيخلي حسين يتجوز عليا. ولما زينب اتجوزت حسن شفت معاملة حماية ليها وهو بيدلعها ويهنيها ويمني نفسه إن الولد هيكون منها. ساعتها كرهتها واتمنيت لو أكون أنا أم الولد بأي شكل. ويشاء ربنا
إن أنا وهي نحمل في نفس الوقت تقريبا ويجي ميعاد الولادة، بس أنا اللي ولدت الأول. وأول ما ولدت الداية قالت لي مبروك جالك بنت. ساعتها قلبي اتقبض وخفت من رد فعل حسين عليا هو وأبوه، وخفت أكتر لو زينب جابت الولد. ساعتها الكل هيبقى تحت أمرها وأنا هبقى ولا حاجة. عشان كده طلبت من الداية إنها تقولي إن المولود ولد، على أساس إني هبدله مع ولد هتجيبهولي من ملجأ تعرفه. وفعلا قالت لي الكل إني جبت ولد. وبعدها ولدت زينب وجابت توأم. مرات عمي بصت لها وقالت لها أيوة أنا ولدت بنتين توأم. أمي هزت راسها وقالت لأ، ده اللي انتي كنتي فاكراه، إنما يا زينب انتي جبتي ولد وبنت مش بنتين زي ما انتي فاكرة. وساعتها الحكيمة جات لها فكرة إنها بدل ما تجيب ولد من الملجأ وممكن يبقى فيه قلق عليه، بدلت الولد اللي جابته زينب ببنتي اللي ولدتها من غير ما حد ياخد باله، وقالت إن زينب جابت بنتين وأنا اللي جبت الولد، يعني حاكم مش ابن زينب. صدمة عمت على الكل. محدش مصدق الجريمة اللي عملتها أم ببنتها. ياه، معقولة في أم تكون بالقسوة دي؟ يعني أمي ما طلعتش أمي وعمي طلع هو نفسه أبويا. ما كنتش قادرة أتحمل الصدمات اللي ورا بعضها. بصت لي أمي زينب بعينين كلها دموع وقالت كنت حساك يا ابني. أيوة صح، من ساعة ما اتولدت وأنا شفت فيك ابني مش ابن سلفتي. حضنت أمي وبكيت في حضنها، وأبويا اللي كنت فاكره عمي حضنته. وساعتها بصت لي زينة اللي دموعها غرقت وشها وقالت يعني إيه؟ يعني أنت أخويا؟ يعني حبنا كان حب محرم وممنوع؟ قربت مني أمي وقالت سامحني يا ابني. صرخت فيها وقلت لها أنا مش ابنك. أسامحك على إيه؟ أنت ضيعتيني وخليتيني أحب أختي من غير ما أحس. لكن ساعتها صرخ أبويا حسين وقال بس اخرسي، مش عايزة أسمع حسك تاني. استني هنا، أنت قلتي إن الداية بدلت بنتنا بحاكم، يعني يا إما نعمة يا إما زينة بنتنا. عرفتي منين إن زينة هي اللي بنتنا مش يمكن نعمة؟ وساعتها فعلا يبقى ابنك حب بنت عمه، خصوصا وإنك حتى ما رضعتهوش وكان بيرضع صناعي. بصت وقالت معرفش، كل اللي أعرفه إن بنتنا واحدة من الاتنين، يا زينة يا نعمة. بصت لهم بحماس وأمل وقلت لهم يبقوا تعملوا تحليل، وساعتها هيبان مين فيهم اللي أختي ومين اللي بنت عمي. وفعلا راحوا عملوا التحليل لنعمة وزينة عشان يتأكدوا من فيهم بنتهم، والكل كان بيستني النتيجة على نار، خصوصا أنا وزينة. كلنا كنا واقفين وكل حتة في جسمنا بتترعش من الخوف. وطلعت النتيجة والدكتور قال لنا إن زينة مش أختي، بنت عمي، وإن نعمة هي اللي أختي. ودموع اليأس اتحولت لفرحة وأمل من غير ما أحس. ومسكت إيد زينة وقعدت ألف بيها مش مصدق إن الكرب اتفك وزينة بقت حلالي. ومرات عمي حسين حاولت تطلب من زينة تسامحها وإنها مهما كان أمها، لكن زينة رفضت وقالت لها أنت مستحيل تكوني أمي اللي بعتني لمجرد إنها تكون أم الولد ومرات الكبير، عمرها ما تكون أمي اللي كانت شايفاني بكبر قدامها يوم ورا يوم وما حنتش حتى تضمني ليها. والكل بعد الموقف ده رفضها وحست قد إيه إنها مش مرغوبة، عشان كده انسحبت من حياتنا، خصوصا لما عم حسين رمى عليها يمين الطلاق بعد ما كشف لعبتها السنين دي كلها. وبعدها اتفق بابا حسن مع بابا حسين على ميعاد جديد لفرحي أنا وزينة، واتجوزت أنا وزينة واتبدلت الأدوار، وبدل ما أحط إيدي في إيد بابا حسن حطيت إيدي في إيد عمي حسين، أبويا وعمي وأبو مراتي. ياه، الدنيا دي غريبة قوي. معقولة الطمع يوصل الإنسان يرمي أقرب حد ليه ويجرد الأم من أمومتها، يقسي الأخ على أخوه والأب على ابنه؟ لو كل واحد فكر إن الدنيا مهما طالت مسيرها في يوم تزول، وإن عسلها مهما تدوق منه مسيره في يوم يخلص، وإنه مش هيفضل لابن آدم غير عمله الصالح وبس، كان الكل راجع حساباته وتعامل معاها على إنه ضيف
وعابر سبيل. في يوم من الأيام هيمشي ومش هيفضل له غير سيرته، يا الناس تفتكروا بالشر يا الناس تفتكروا بالخير.